السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حصل لي النهارده موقف صعب جدا وانا بحضر احلى عشاء لاحلى عروسه في الدنيا. عايزه اقول لكم بقى النهارده ابدعنا في المطبخ. النهارده شايفين الجمال ما شاء الله، شايفين الحلاوه. عملنا بقى مع بعض ديك رومي زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله. وعملنا مع بعض حمام، وعملنا كمان مكرونه بشاميل. شايفين حاجه كده تشرف بجد ما شاء الله تبارك الله. والحمام بقى ريحته تحفه، والديك الرومي كده ريحته تجنن. شايفين ما شاء الله اللون بتاعه التحفه ده، اللهم بارك. بصوا حلو قوي قوي قوي. والمكرونه بقى عملناها كده بوش كده، بصوا زي البيتزا بالظبط، حاجه تحفه ما شاء الله تبارك الله. يلا بينا بقى تعالوا شوفوا معايا ايه اللي حصل لي النهارده في المطبخ، وايه الكارثه اللي حصلت لي النهارده في المطبخ وانا بعمل عشاء العروسه. ونشوف بقى الخطوات والتريكات الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض. خليكم معايا، يلا بينا. بصوا حبايبي، محلول النقع بتاعي عايز اخد منه اكبر كميه كده من الروايح الحلوه كده والزيوت الحلوه العطريه بتاعه التوابل. حطيت هنا بوله كده على النار، اي يعني اخلي الميه تسخن كده فيها، وانزل بقى بسم الله التوابل بتاعتي. بصوا بسم الله. اول حاجه ورق لوري، وبعد كده معايا هنا كده ايه، قرنفل اهو حصى، ومعايا كمان حبهان. افتحه بس كده وانزل برضو فيه اهو بسم الله، عشان ينزل ايه طعمه كويس جدا في قلب الميه. وفلفل اسود لو عندك بقى حصى حطي، انا ما عنديش حصى فحطي عادي ناعم. ولو حابه تحطي كمان تضيفي عود قرفه يبقى برضو حلو جدا. عندك بقى زعتر، عندك روزماري، انا عندي روزماري كده زي ما انتم شايفين اهو فريش. ننزل كده بيه، هيغلي بس كده ايه غلوه كده كله كده مع بعضه. بصوا بقى، بصوا لون الميه، بصوا الزيوت بتاعه التوابل نزلت فيها. عايزه اقول لكم بقى ايه، بسم الله ما شاء الله الريحه تجنن اهو. تاخد بس غلوه واحده واطفي عليها وتكون كده جاهزه معايا. بصوا حبايبي، جبت بقى ان شاء الله العلبه اهو. بصوا اللي انا ان شاء الله احط فيها الطيور بتاعتي او الديك والحمام. عملت كده فيها بصلتين اهو، دعكتهم كويس جدا بالملح والفلفل. قطعهم كده ايه جوليان كده او طرنشات، وقطعتهم وعملتهم دعكتهم كويس بالملح والفلفل. معايا بقى هنا بقى ايه ليمون اهو. اخد بقى حوالي كده ايه، لان الليمون معايا صغير شويه، هاخد كده حوالي 10 ليمونات بسم الله اهو. اعصرهم واحط القشر بتاعهم معانا برضو اهو بسم الله. نعصر كده بسم الله، لان ما شاء الله معانا الديك ما شاء الله حجمه كبير اللهم بارك يعني. ومعانا كمان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 10 حمامات، فهنحتاج برضو كمية ليمون محترمة اهو. نعصر بقى كده بالشكل كده، واحط برضو ايه القشر بتاعهم عشان اخد بقى الزيوت العطرية اللي في قلب القشرة بتاعت الليمون اهو. هخلص بعصر الليمون كله. عصرت بقى كده حبايبي الليمون اهو، حطيت القشر بتاعه. اجيب بقى بسم الله التوابل بقى اللي احنا غليناها اهي بسم الله. شايفين الروايح بقى ما شاء الله، مش قادره اقول لكم. ننزل بقى بالميه، طبعا لازم الميه تغطي الطيور بتاعتنا، يعني ما نخليش الميه تبقى تحتيها كده وعلى الوش ما يبقاش فيه ميه، لا لازم الميه تبقى مغطيها على قد ما نقدر. معايا كده كيس ملح او حوالي كوبايه كبيره من الملح، لان ما شاء الله احنا هنحط كميه ميه كبيره. وهحط برضو كوبايه كده او كوبايه ونص كده من السكر بسم الله. وما تقلقوش ابدا من السكر، هو مش هيديله طعم ولا حاجه، لكن هينزل بقى اي دم احنا مش حابينه، اي زفاره، اي طعم مش لطيف. وكمان هيساعد الانسجه بتاعتنا اللي هي تدي ايه طراوه كده وتبقى مستويه كده وحلوه، ما تبقاش ناشفه كده وقاسيه معانا. تمام كده. ندوب بقى بسم الله المكونات بتاعتنا دي كده. الريحه ما شاء الله حلوه جدا. ما تستغربوش يا جماعه من كميه الملح والسكر، لان ما شاء الله اللهم بارك اديك معايا 7 كيلو ونص، غير كمان 10 تجواز حمام اهو. 10 حمامات يعني 5 تجواز، اسفه معلش اهو. دوبنا كده السكر كويس والملح. نزود بقى ايه الميه بتاعتنا.
عايزه اقول لكم برده الشطه حلوه جدا في التتبيلات، بتطلع لك برده اي ريحه او اي زفره مش حلوه، وبتدي برده تيست حلو قوي للحمه. اهو دي شطه اهي ناشفه، انت عندك بقى مطحونه او قرون زي كده تمام زي ما تحبي. اهو بسم الله. وبرده ما تقلقوش مش يعني ايه مش هتدي طعم قوي معانا في قلب الاكل. بصوا حبايبي، انا دقت الميه لقيتها محتاجه شويه ملح، هزود لها بقى ملح تاني، ونفس معيار الملح هزوده سكر. يعني انا دايما مثلا دلوقتي مثلا حطيت كوبايتين ملح، هحط ان شاء الله كوبايتين سكر. حطيت 3 كوبايات ملح، هحط 3 كوبايات سكر، وادوب بقى كده كويس. بسم الله. انا كده زودت ملح وزودت سكر، ندوب برده تاني علشان ميبقاش السكر والملح تحت في القاع ومش هنستفاد منه. اهو بصوا ما شاء الله شويه بقى تتبيله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الله اكبر، حلوه جدا جدا. معايا بقى بسم الله كده الديك، بس كده بسم الله اشيله، طبعا مغسول ونضيف اهو. عين بقى كده، ايوه كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ونحاول بقى ايه نحط الحمام برده كده جنبه، برده الحمام برده متنضف برده وجاهز اهو. بسم الله. شوف بقى لازم ايه نغطي الديك بتاعنا بالميه ان شاء الله اهو. اهو حطيت بقى الرقبه بتاعت الديك برده كده اهي، ازود بقى ميه بس كده عشان اضمن ان شاء الله اللي هو ايه يبقى شارب كويس جدا من التتبيله. وكمان شويه هروح بقى ايه قلبه الديك كده على الوش، اخلي الصدر هو اللي تحت والظهر هو اللي فوق. هتقعدي بقى في التتبيله ده ايه، كل ما تقعدي في التتبيله كل ما بقى احسن. يعني انا ان شاء الله عن نفسي بامر الله هقعده 24 ساعه بامر الله. طبعا الكبد والقوانص بتاع الحمام لا انا مش هنقعهم معاهم خالص، انا هاكلهم في طبق كده لوحدهم على جنب في التلاجة. ده برده ان شاء الله هدخله كده التلاجة، بس طبعا هزوده بقى شويه ميه عشان لازم ايه الميه ان شاء الله تبقى مغطيه، وهنقعه بقى زي ما قلت لكم. لكن انت بقى لو مش عايزه تنقعي 24 ساعه يبقى اقل حاجه 6 ساعات تنقعيها اقل حاجه. لكن طبعا كل ما بيقعد في التتبيله كل ما بيبقى افضل اكتر كمان ما تقعديه فتره قليله. يلا بقى بينا ان شاء الله هدخله التلاجة وارجع لكم تاني بقى لما يتنقع كويس. بصوا حبايبي، اول حاجه نبدا بيها ان شاء الله معانا هنا. بصوا الحله دي كنت بسيح فيها زبده بلدي، فطبعا اللي فيها دوت مطرح تسيح الزبده والمرطه بتاعتها. خلاص كده معايا بقى هنا ايه بسم الله كده بصلايه دعكها كده بالملح والفلفل وبشرها بشر ناعم اهو بسم الله. وانا هنا حاطه زبده على سمنه زبده على زيت علشان يبقى ان شاء الله الفريك معايا كده يبقى ايه مفلفل كده وحلو اهو. حطي كمان شويه زبده كده اهو ونديها كده تشويحه كده حلوه بسم الله. معايا بقى كده ايه قرن فلفل كده، حبه كده اعمله سبايسي اهو بسم الله. طبعا انت حابه تضيفيه بارد ضيفيه بارد، انا حباه يبقى سبايسي بيدي طعم حلو قوي ونكهه حلوه قوي مع الحمام اهو بسم الله. احمر بقى او اخضر زي ما ايه ما تحبي. هتاخد بس كده تشويحه. دعك البصل بالملح والفلفل بتدي طعم وريحه حلوه جدا جدا في الاكله. معايا هنا كده معلقه من الثوم برده تاخد برده ايه تشويحه كده مع البصله كده وتدبل مع البصله. انا مش عايزاهم ياخدوا لون غامق، انا بس ايه ياخدوا كده لون كده شفاف كده ويتبلوا ويطلعوا كده ايه التست كده بتاعهم والطعم بتاعهم كده معايا اهو. ومعايا هنا كده جزرتين كده بشرهم بشر ناعم. بصوا بقى احنا عايزين النهارده ايه ان شاء الله يعني نظبط الكلام ان شاء الله يبقى احلى عشوه لاحلى عروسه بامر الله اهو. جزر بقى ينزل كده بقى طعمه كده وجماله ولونه كده يا سيدي، والتسكيره بتاعته كده الخفيفه دي تبقى تحفه تحفه ان شاء الله مع الفريك. كده اخدوا تشويحه اهم مع بعضهم. معايا هنا بقى ايه الكبد والقوانص وكمان دي بصوا الرقبه كده بتاعت الحمام انا بشيلها عشان اعرف احشي الحمام براحتي كده اهو. بقطمها كده من الحمام وبشيلها. هنزل برده بسم الله ياخدوا كده ايه نص تسويه كده مع التتبيله الحلوه دي بسم الله اللهم بارك اهو. اخليهم كده بس ايه 5 دقايق كده ولا حاجه ياخدوا كده ويدوا كده مع بعضيهم
مش هحط لهم اي اضافات دلوقتي خالص نهائي. انا بس عايزاها كده ايه تتشرب كده من الصوص بتاع البصل والثوم والجزر، وطبعا السمنه البلدي بقى اللي احنا حطيناها، وتاخد كده تشويحه كده بسيطه. بصوا شايفين الاضاءه كمان والله العظيم يعني ظالمه الحاجه، بس مش مشكله ان شاء الله خير. يلا بقى بينا، خليكم بس ايه معانا نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا حبايبي كده اخد ما شاء الله تشويحه كده حلوه مع الخضار زي ما احنا ما قلنا. انا دلوقتي ايه كنت مجهزه الفريك بتاعي، نقعته كده حوالي ربع ساعه في قلب الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. غسلته طبعا كويس جدا وصفيته وكده جاهز معايا اهو. بسم الله، انزل بقى كده بيه اهو. هو بس يا دوبك اخد بس ربع ساعه. بسم الله اللهم بارك. نهتم برضو بالمادة الدهنية كده واحنا بنسوي الفريك، عشان برضو ان شاء الله ايه يطلع مفلفل كده معانا في قلب الحمام. طبعا بقى عايزه تضيفي رز تمام، فريك اللي يحب يعني اللي يناسبك واللي تحبيه. انا دايما بحب استعمل فريك الضحى عشان الحقيقه نضيف جدا ما شاء الله، لكن اي فريك تاني بيبقى سايب من بره ما بحبوش ابدا، اقعد انضف فيه مهما انضف فيه برضو بيقرش معايا. نتبل بقى يا حبايبي الكلام بتاع ده كله. معايا هنا اول حاجه بسم الله كده معلقه كده من القرفه. القرفه دي حاجه اساسيه جدا في الحمام. نحط بس ايه رشه كمان كده، نحط كمان رشه كده من القرنفل اهو، ومعايا كمان معلقه كده حلوه من الكزبره بسم الله، رشه برضو من الجنزبيل او الزنجبيل، حبهان ولوري اهو، فرموهم كده مع بعض. نحط حبه كمان اهو، حبهان على لوري، ومعايا كمان كاري وفلفل اسمر، ومعايا كده مكعبين من المرق بسم الله. انزل بقى كده ايه بكام معلقه ميه كده، يعني اقل من ربع كوبايه ميه، ونقلب بقى بسم الله. هشوف بقى الملح بتاعي، طبعا هعمل حساب عشان انا البصل عاملاه بالملح والفلفل، والمرقه الدجاج كمان فيها ملح اهو بسم الله. بصوا بقى يا حبايبي الحمام اهو جبته طلعته بقى من المحلول بتاعه، بس طبعا ما غسلتوش بعد ما طلعته من المحلول، انا كده غسلاه منضفاه قبل ما احطه في المحلول. صفيته بس كده وفتحت كده ما بين اللحم والجلد زي ما انتم شايفين كده. بصوا في كام حماميه كده مفتوحين، بس احنا ان شاء الله ايه هنحاول على قد ما نقدر اللي احنا ايه نعالجهم. بصوا مقطوعين ازاي اهو، لكن الباقي ده سليم متفتح اهوت، وفتحاه كده ما بين الجلد واللحم وجاهز معايا. طب هنعمل بقى في هنا ايه تاني يا بطه؟ بصوا بقى حبايبي معايا هنا جزرايه وبصلايه اهو مدعوكين كويس بالملح والفلفل. خلاص كده مش هنكتر قوي فيه ملح لان احنا اصلا كنا ناقعين ده في الملح والتوابل. هنحط بقى هنا ايه معايا هنا التركه دي حلوه جدا، رشه كده بسم الله من النعناع اليابس اهو، بيبقى حلو قوي قوي مع الحمام اهو. يا سلام بقى لو عندك بقى بقدونس كده مجفف هيبقى برضو حلو جدا معاه. هنقلبهم بقى كده مع بعض. بس هضيف بقى ايه الاول، بصوا رشه كده من السكر اهي معلقه كده صغيره، ونقلب بقى بسم الله. مش هنضيف اي توابل تانية، كده كده الفريك متبل كويس جدا بالتوابل، وكمان الحمام انا نقعاه طول اليوم امبارح في التوابل بتاعته، والبصل كمان احنا عاملينه بالملح والفلفل اهو والنعناع. بس كده نجيب بقى الحمام، بصوا نمسك كده قلب الحمامه كده من جوه بسم الله اهو، وما بين اللحم والجلد، ونسيبه برضو حوالي كده نص ساعه ولا حاجه او ساعه مع نفسه كده شويه اهو. بصوا المفتوح ده برضو نفتحه كده اهو، قلبه بقى كده من جوه كويس. هنعمل ما شاء الله الموضوع احنا معانا كده 10 حمامات اللهم بارك، هنعملهم كده كلهم بنفس الشكل. بصوا بدعك قلبه كده، وبدخل كده برضو بدعك ما بين الجلد واللحم اهو. هعمل بقى ان شاء الله الكميه كلها بنفس الشكل. بصوا حبايبي ما شاء الله خلصت اهو، تبلته كويس جدا
بره وجوه وكله. شايفين ما شاء الله كده بقى يشرب كويس قوي من التتبيله بقى، وكمان البصله النيه دي والجزران النيه تدي كده طعم كده وتسكيره كده حلوه قوي قوي في قلب الحمام. تمام، هركنه بقى دلوقتي على جنب لحد ان شاء الله ما الفريك معايا كده يتشرب من حبه الميه اللي احنا حطيناهم، وكمان لما الفريك معايا يبرد عشان اقدر احشي الحمام براحتي خالص. بصوا بقى حبايبي، معايا هنا تتبيله بقى نحضر ان شاء الله التتبيله بتاعه الرومي. معايا هنا بصلتين، جزرايه كده كبيره، احط معاهم بسم الله طماطميتين كده اهو، في الكبه بقى او في الخلاط زي ما تحبي اهو. معايا فلفل رومي نقطعه كده ونحطه برده معاهم اهو بسم الله. ومعايا كمان معلقه كده من الثوم كده كبيره انزل برده كده بيها، ومعايا كده حوالي 6 ليمونات برضو اعصرهم عليهم برضو اهو، شيل بس البذر. عصرت كده بقى يا حبايبي الليمون، اخلي بس ايه ليمونه واحده كده احطها كده سليمه بقشرها. انزل بقى ايه بكوبايتين كده كبار من اللبن او نص كيلو من اللبن بسم الله. ومعايا علبتين من الزبادي. احنا المره دي مش هنعمله بعسل ولا ببرتقان، عشان هي الحقيقه العروسه مش حابه يعني نكهه العسل والبرتقان، فاحنا ايه هنعمل لها ان شاء الله تتبيله مختلفه. هناخد بقى ان شاء الله المكونات دي كده كلها مع بعضها واضربها كويس جدا نخليها ناعمه جدا. بصوا حبايبي ما شاء الله ضربتها اهي، بصوا لونها بقى حلو قوي ازاي. هضيف بقى معاهم بقى مكعبين كده من المرق عشان اضمن هم ايه يتطحنوا كويس جدا في الخلطه ويدوبوا كويس جدا. ولو عندك مرقه دجاج بودره تمام قوي ضيفيها، لو ما عندكيش اضربي بقى في الخلاط او في الكبه كده عشان تنعم معاكي كويس. اجيب بقى كده بسم الله بوله وانزل بقى بسم الله بالخليط بتاعنا ده. اروح بقى ايه اضيف بقى كده عليه بسم الله. معايا هنا كده صويا صوص اهو، افتح بس ايه ازازه اضيف كده بسم الله. طيب ما عندكيش صويا صوص هتعملي ايه؟ معلقتين كده كبار 3 من العسل الاسمر وزيهم الخل، وتدوبيهم كده مع بعض هيديكي برده ان شاء الله ايه نفس التست. ومعايا كمان دبس رمان احطه برده كده ايه حوالي كده نص كوبايه. نتبل بقى يا حبايبي. معايا هنا بلح جوز الطيب، ابشر كده بلحيه كده بس مش كبيره قوي يعني بلحيه صغيره هي، لان ما شاء الله معايا الديك كبير ما شاء الله اهو. ابشرها كده، او لو عندك مطحنه ابشري في المطحنه بس كده كفايه. بعد كده بقى نضيف بسم الله فلفل اسود، هنضيف ان شاء الله كاري، ومعايا هنا جنزبيل، ومعانا حبهان ولوري، وهنا كزبره، وهنا كده قرفه، ومعانا كمان قرنفل. وما ننساش برضو المكون بتاعنا الاساسي معلقه السكر اهو عشان تطري برضو معانا اللحم من جوه كويس جدا. مش حابه بقى تضيفي سكر حطي عسل نحل، حطي عسل اسمر اللي متواجد عندك. وعشان بقى اخد بقى التست بتاع الشوي قوي كده بحب اضيف الخلطه بتاعه الشاورما بتاعه الدجاج دي بسم الله، بتدي طعم حلو قوي. طيب لو انا بقى ما عنديش التتبيله دي او مش هقدر اجيبها، التوابل دي خلاص استكفي بالتوابل اللي احنا حاطيناها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دوقي بقى الملح بقى بتاعك شوفيه مظبوط ولا لا محتاج، لان طبعا التتبيله دي التوابل دي فيها ملح، واحنا كمان حطينا مرقه دجاج والبصل كان عليه برده ملح وفلفل، واحنا كمان نقعين الديك بالملح والسكر زي ما انتم شفتوا كده والتوابل، فعشان ما يبقاش الموضوع حادق معانا زياده عن اللزوم. شايفين الخلطه سايله خالص اهي ولونها تحفه اهو بسم الله كده حبايبي. التتبيله بتاعتنا جاهزه، عايزه اقول لكم ريحتها ما شاء الله خطيره رهيبه اللهم بارك. عايزه بقى ايه اركنها بقى دلوقتي على جنب، عايزه اوريكم بس حاجه بسيطه. بصوا شايفين الديك بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بصوا الميه بتاعته اتغيرت عن امبارح ازاي. احنا بقى لما كناش بقى نقعنا الديك والحمام في الميه دي كنت انت هتسوي الديك باللي فيه ده كله شايفين. وكمان معلش نسيت اقول لكم حاجه بسيطه، انا كمان ضفت معانا بصل اخضر كده عشان برضو ايه بيشيل الزفاره وبيدي برضو طعم وريحه حلوه قوي
او لو متواجد عندك. تمام كده. وضفت برده كمان معانا زعتر، بس الحقيقه لقيت التليفون ما بيصورش. تمام كده. اصفي بقى الديك، انا مش هغسل الديك، انا هصفيه بس من الميه بتاعته دي والتوابل بتاعته. بصوا ما شاء الله الديك نور ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهو اصفيه بقى ونرجع مع بعض نشوف هنعمل فيه ايه. بصوا حبايبي اهو بسم الله ما شاء الله، شايفين الديك صفيته كده من الميه بتاعته. تمام. هجيب بقى بسم الله الخلطه كده اللي احنا عملناها، ونصلي كده على الحبيب. صلوا على النبي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا بره كده وجوه وكله، ما نسيبش كده حته الا ما ندعك الديك. بصوا كمان، وخليت كده ما بين الصدر كده والجلد اهو، نخلي كده. ومسكت كمان السكينه وعملت كده ايه فتحات في قلب الصدر كده من جوه اهو كده، وفي الورك برده كده بس من جوه عشان ما اقطعش الجلد بتاعه من بره، يفضل شكله ان شاء الله ايه حلو كده ومتماسك زي ما هو اهو. هدعك بقى بسم الله الديك كده كله بالتتبيله القمر قمر دي ما شاء الله. شايفين شكلها ما شاء الله. ندخل كده جوه برده وندعك كويس جدا. مجهزه بقى معايا هنا ايه اللي انا ان شاء الله الصينيه اللي انا هسوي فيها. حطيت كده بصل مضروب بالملح والفلفل اهو، حطيت كمان بصل اخضر، وحطيت كمان جزر، وحطيت بطاطس، ورق لوري، حطيت شطه، روزماري، شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده، فلفل احمر، اي حاجه اي نوع خضار حابه تضيفيه اي نوع توابل حابه تضيفيها برده ضيفيها. عندك لو عندك كوسه، عندك بسله، عندك اي نوع خضار ممكن تضيفيه. ممكن بقى احنا نحطها كده في تحت الديك، وممكن نحطها في قلب الديك اهو. بصوا ادي الكبده بتاعتها والقناصه والرقبه. الرقبه دي يا جماعه دي كلها توابل لان هي كانت منقوعه مع الديك من بالليل، ورق لوري وكله اهو. خلاص كده يا حبايبي الديك ما شاء الله جاهز معايا اهو. شايفين تبارك الله اللهم بارك يا رب، يا رب يجعله بالصحه وبالعافيه وبالهنا والسعاده يا رب. بصوا ما شاء الله تبارك الله، شايفين شكله اللهم بارك، عسل عسل عسل. بصوا التتبيله عليه بتزغرط ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تمام كده. خلصنا كده؟ لا طبعا ما خلصناش. اهم حاجه بقى واهم تركايه عشان ناخد بقى ايه حته كده، حته صدر كده حلوه كده محترمه. معايا هنا كوبايه كبيره كده من الزبده، زبده بقى نيوزيلندي، زبده فلاحي اهو. بصوا بدرجه حراره المطبخيه، بصوا اصلا ايه سايحه اهي. هدوبها بقى كده كويس بالراحه خالص، واجيب بقى ايه الديك كده بتاعنا. بسم الله. ناخد بقى الصدر كده اهو على قد ايه ما نقدر كده. بسم الله. نفتح كده برضو تاني اهو، ونعمل كده ايه فتحات كده كويسه كده محترمه. نروح بقى واخدين كده بسم الله وندهن صدر الفرخه كده، وندخل كده ايه في الفتحات بتاعتنا دي يا سيدي يا سيدي اهو. بصوا معلقه كمان كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. صلوا على النبي يا جماعه، اذكروا الله عشان ربنا ان شاء الله يحسن ايه ما بين ايدينا اهو. افتح كده على قد ما اقدر، واخد كده بصوا وادخل كده ايه ما بين اللحم كده اهو، وادهن كده كويس جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. معاك الناحيه دي والناحيه دي وكله اهو. بصوا حطيت هنا برضو ايه عيدان كده من الزعتر اهو. بسم الله. تمام قوي كده. واروح بقى جايبه الباقي على وش الديك كده. بسم الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اهو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ندهن كده ايه كل حته بالزبده بتاعتنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم بقى الريحه بقى ما شاء الله، الزبده كده مع التوابل اللهم بارك. تمام كده بقى جاهز معايا اهو. بسم الله شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هروح بقى ايه حاطه كده على وشه ورق زبده.
طبعا انا هلف بالورق الالومنيوم، فعلشان ما يبقاش ايه غلط ان الاكل يلمس الورق الالومنيوم اهو. خلاص كده كويس تمام كده يا حبايبي. اروح بقى ايه ورقه الزيت كده والف كويس جدا علشان تتخمر بقى كويس جدا ويستوي براحته خالص اهو. بصوا لفتها كذا لفه ازاي اهو. لما بقى لو عندك كيس حراري كبير ممكن تحطيه فيها وتدخليه برده الفرن. لفه كده كويس قوي قوي قوي. شايفين ما شاء الله تبارك الله اهو. هحط بقى ان شاء الله في الفرن. كل كيلو من الديك الرومي بياخد نص ساعه او 40 دقيقه في الفرن، طبعا على درجه حراره عاليه تمام كده. ولو عندك بقى مروحه تشغلي بقى المروحه مع الفرن كله وان شاء الله تاخدي نتيجه كويسه جدا ومرضيه. انا بقى ان شاء الله لازم طبعا ادخل الديك في فرن يكون سخن، ما احطوش في فرن يكون بارد. هندخله بقى ان شاء الله وهوريه لكم بقى ايه كده ايه خطوه بخطوه، ونشوف ان شاء الله الشكل النهائي ايه. خليكم معايا بقى عشان نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. نحضر بقى يا حبايبي العصاج بتاع المكرونه البشاميل. معايا هنا صينيه اهي، هنزل كده بسم الله معلقتين كده 3 كده كبار بصوا بسم الله ما شاء الله من الزبده، وشويه كده من الزيت. وهنا بقى عامله بصلتين كده، وعامله معاهم قرن فلفل اهو، بشرهم كده في الكبه، وعليهم شويه ملح وفلفل. بسم الله اللهم بارك. ننزل كده البصل بتاعنا بسم الله اهو. حط لها كده معلقه من الكزبره. طبعا البصله عليها ملح وفلفل زي ما انا قلت لكم. التوابل بقى كده مع البصله كده وهي بتتشوح بتدي نفس حلو قوي قوي وريحه حلوه جدا اهو. ومعايا كمان فصين كده من الثوم، ننزل كده بيهم بس. هتدبل بقى كده معايا، انا مش عايزه اخليها تاخد لون، بس تطلع بس كده ريحتها وتدبل كده معايا وخلاص اهو. ومعايا طماطميتين كده مبشورين، او لو عندك معلقه صلصه، بس انا بفضل الطماطم تبقى فريش كده تبقى مسكره اكتر اهو. بسم الله. معايا بقى كده ربع كيلو من اللحمه بسم الله، لان انا هعمل ان شاء الله طاجن صغير خالص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اضيف كده عود كده من الروزماري، هنحط جوز الطيب بس معلقه اهو. بسم الله. رشه كده بسيطه من القرنفل، رشه من الفلفل الاسمر مش هكتر عشان انا دعكه البصله بالملح والفلفل، رشه كده من القرفه والحبهان واللوري، ومكعب من المرق بس كده. مش هضيف لها اي حاجه تانية، اخليها بقى ايه تستوي كده براحتها. طبعا هي هتستوي من الميه بتاعه الخضار، يعني كده كده اصلا اللحمه ما بتاخدش سوا، اللحمه المفرومه ما بتاخدش سوا كتير، بتشرب بس ايه الميه بتاعه الخضار اللي نازله اهي شايفين اهو. مش هحط بقى ملح تاني علشان ايه الخلطه بتاعتي فيها ملح كفايه، وكمان عشان مرقه الدجاج بس كده. وتكون كده ان شاء الله جهزت معايا. طبعا انت بقى عايزه تضيفي لها بقى اي نوع توابل تاني انت حباه اللي يناسبك واللي يريحك. نركن بقى ايه العصاج يستوي براحته خالص. نجهز بقى هنا معانا بسم الله البشاميل بتاعنا اهو. بصوا ننزل كده بسم الله كده بالزبده ما شاء الله تبارك الله اهو، ومعلقتين 3 من الزيت عشان الزبده معانا ما تتحرقش اهو. وبعد كده انتوا كلكم عارفين ان انا بحب دايما بعمل خليط ما بين الدقيق والنشا. بسم الله كده 3 معالق من الدقيق اهم كبار بسم الله، وهنعمل برضو زيهم نشا اهو. النشا بقى بتخلي البشاميل كده جوسي كده وكريمي كده وتحفه قوي قوي. جربوا بس الطريقه دي ان شاء الله ايه هتعجبكم جدا. نقلب بقى كده علشان الدقيق ما يتحرقش معانا بسم الله. بصوا لازم يكون الماده الدهنيه قد الدقيق، بمعنى ايه اللي بصوا اهو. بصوا سايحين كده مع بعض ازاي اهو، ما يبقاش الدقيق عامل معاكي كده كتل كده في قلب الحله، وما يكونش ايه متشبع كده بالزبده لا اهو. نقلبهم كده
ومعايا هنا بصوا اللبن، حوالي كده 2 كيلو من اللبن. حاطه كده فيه بصلايه هوريها لكم دلوقتي، والبصلايه ديت ايه حاطه كده فيها عيدان من القرنفل عشان يدوني كده نكهه كده حلوه جدا. اهو يا حبايبي بصوا شايفين اهو. معايا بقى ايه اللبن زي ما قلت لكم. نسمي كده الله واحنا بننزل كده ايدينا بتقلب. بسم الله تبارك الله. 2 كيلو من اللبن. انا مش حابه اضيف شوربه او ميه. نحط الاول بسم الله اللبن كله كده ونشوف احنا ايه هنحتاج ميه او هنحتاج حاجه تاني ولا لا. نقلب بس كده كويس عشان ما تعملش معانا تكتلات. وطبعا النار تحتيها هاديه خالص. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله تقلت اهي. هزود باقي اللبن ما شاء الله تبارك الله اهو. ونقلب ايدي على طول فيها، وزي ما قلت لكم النار تحتيها واطيه لحد ما ياخد القوام اللي انا حباه. اهو يا حبايبي بصوا بقى قوامه كريمي اهو. شايفين ما شاء الله تبارك الله. وادي البصلايه اللي كانت في قلب اللبن بحط كده فيها عيدان من القرنفل، بتديها طعم وريحه حلوه قوي قوي ومختلفه ومميزه للبشاميل بتاعك. حابه بقى بعد ما تخلصي تضربيها في الكبه وتضيفيها على البشاميل تمام، مش حابه اللي يناسبك. انا ساعات بعمل كده وساعات بعمل كده، بس انا الحقيقه عشان يعني مشغوله شويه فمش هقدر بقى ايه اضربها تاني واحطها اهو. نتبل بقى. نحط كده ايه رشه جوز الطيب بسم الله اهو، وحبهان ولوري وفلفل اسمر مش هنكتر عشان ما يغمقش معايا قوي البشاميل. لو متواجد عندك فلفل ابيض يبقى افضل. ونقلب كده. ولازم وضروري نحط كده ايه معلقتين بسم الله من السكر عشان يدوا للبشاميل طعم حلو وكمان يديله لون حلو. لما نيجي بقى كده نحمر الوش كده معانا يبقى ان شاء الله ياخد معانا لون حلو، بس ما تقلقوش مش هيبان ابدا في الطعم اهو. طول ما انا بحط الحاجه بقلب كده علشان ايه ما يكتلش معايا. شايفين بسم الله ما شاء الله. ونحط كده بسم الله كده مكعبين من المرق اهو، لان ما شاء الله البشاميل اللي معايا يعني حبه حلوين، لان العروسه بتحب البشاميل كتير في المكرونه، فانا كمان زودت في الدقيق والنشا تاني. يعني انا كمان حطيت كده 5 معالق نشا و5 معالق دقيق اهو بسم الله. وادوب كده. وطبعا ما ننساش الملح، بس نعمل حساب مرقه الدجاج اللي احنا حاطينها اهو بسم الله. بس كده كده البشاميل بتاعي جاهز ما شاء الله تبارك الله. واللحمه بتاعتي على النار. المكرونه طبعا سلقتها وجاهزه معايا. يلا بينا بقى ايه نطبقها عشان هنشوف هنحط ايه تاني معانا. خليكم معايا. يلا بقى ايه نجهز الطاجن بتاعنا بتاع المكرونه. بسم الله معايا كده الطاجن اهو. ادهنه بقى كده ايه معلقتين كده زبده بلدي كده حلوين، وادهن كده الجناب دي بسم الله اللهم بارك اهو. ادهنه كده كويس ونركنه كده على جنب. طبعا المكرونه معايا هنا اهي جاهزه اهي بصوا جاهزه معايا. نجيب بقى ايه البشاميل بسم الله. البشاميل بتاعنا اهو شايفين. طبعا القوام اللي انتوا حابينه ده كده القوام بتاعه مناسب جدا اهو، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. حابه بقى اعزز طعم البشاميل معايا هنا بسم الله طبق كده من القشطه او الكريمه. لو عندي الكريمه انا عندي قشطه هنزل لها كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبق كده من القشطه اهو بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يبقى بقى شويه بشاميل ايه عسل عسل عسل. ومعايا هنا جبنه موتزاريلا، اي نوع جبنه انت حباه، شيدر موتزاريلا اللي متواجد عندك. حطي كده ايه منها كده علشان السخونيه بتاعه البشاميل تسيح اهي. ان بصوا هي جامده معايا شويه اهي بسم الله. مفيش جبن يبقى خلاص، يعني مش شرط ان انت تحطي جبن، بس طبعا بقى احنا عايزين ندلع بقى ايه العريس كده والعروسه بامر الله وياكلوها كده وهم متنوين يا رب. هنظبط المواضيع شويه اهو بسم الله. نخلي الباقي دوت ايه كده نحطهم ايه على الوش. ومعايا هنا برده جبنه تركي او جبنه رومي زي ما بتسموها بسم الله اللهم بارك. نحط كده ونخلي برده الباقي
لوش الصينيه اهو. بسم الله تبارك الله. ونقلب بقى كده. يا سيدي يا سيدي على الجمال. الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك يا رب. اللهم زد وبارك اهو. نقلب كده كويس. تمام قوي قوي كده. نركن بقى الحاجات دي كده على جنب. نجيب بسم الله الطاجن كده بتاعنا اهو. نشيل كده بسم الله. نحط بقى ايه شويه كده من البشاميل. بسم الله تبارك الله اهو. مش كتير لان اصلا الطاجن معايا صغير، فعشان نعرف احط ايه بقيه الحشو. انزل كده بقى بنص المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. افردها بقى كده. يا سيدي يا سيدي. واروح حاطه بس ايه نظبط الاول كده. شويه مكرونه كمان. واروح حاطه ايه شويه كده بشاميل اهو. شايفين عشان تبقى ايه المكرونه كده متنغنغه كده بالجبن والبشاميل والقشطه بقى والسمنه البلدي ما شاء الله تبارك الله. ومعايا بقى هنا اللحمه جهزت اهي. خرطت كده عليها نص فلفلايه حمرا ونص فلفلايه صفرا وشويه كده من الزيتون الاسمر. شايفين اهو. بسم الله. هشيل بقى ايه الروزماري ده هقلبها. بس انا طبعا ما رضيتش احط الفلفل على النار. بعد ما طفيت على اللحمه خرطت الفلفل وحطيت اسمه ايه الزيتون. نقلب كده كويس. يلا بقى بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهو. ما شاء الله. ننزل كده اللي في الصينيه كويس. ونساوي بقى ما شاء الله. اللهم بارك تبارك الله اهو. طاجن صغنون قوي بس خير ان شاء الله برضو اهو. وبعد كده بقى ننزل بالبشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما ايه ما نخلص الصينيه. نروح بقى جايبين بقى باقي الجبن ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك يا رب. ما شاء الله. ودي الجبنه الموتزاريلا. بسم الله. اوزعها بقى كده على وش المكرونه اهو. بسم الله. شايفين. وزي ما قلت لكم اي نوع جبن. حابه بقى تضيفي بيض. انا ما بحبش اضيف بيض الحقيقه. ضيفي مش حابه يعني اللي يريحك اهو. كده بقى جهزت معايا. حطيت بقى كده قطع من الفلفل. ونحط برضو كده زيتون كده على الوش. بسم الله. شكل بس يا جماعه مش اكتر اهو. شايفين ما شاء الله تبارك الله. حلو قوي كده. دخلها بقى ان شاء الله الفرن. مش هتقعد كتير هي بس يا دوبك ايه هتاخد بس كده تشميعه بسيطه كده من تحت وتاخد وش بس من فوق. هو كل حاجه فيها مستويه. شايفين ما شاء الله تبارك الله جمالها. بسم الله ما شاء الله. عسل. ادخلها بقى الفرن ان شاء الله تستوي براحتها. يلا بينا نشوف هنكمل ايه تاني مع بعض. خليكم معايا. بصوا بقى يا حبايبي معلش انا بشرح وعماله اوريكم اللي انا بحشي الحمام ازاي. بصوا ما شاء الله خلصتهم اهو. وفي الاخر اتضح لي اللي اصلا التليفون ما كانش بيصور، فمعلش بقى. هنا فاضل هي اخر واحده. قطعت هنا على الفريك. بصوا فلفل كده اصفر واحمر. تمام. بعد طبعا ما طفيت عليه فلفل الوان اهو. واحشي بقى كده بسم الله تبارك الله. ما تكبسيش الحماميه قوي علشان ما تفرقعش وتفك منك. والحمام طبعا اللي كان متقطع معايا انا خيطته كده بابره كده وفتله وخيطته على قد ما قدرت اهو. وما بين الجلد كده بصوا اهو. افرد كده واطلع الحشو. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب اهو. بسم الله. ادخل كده واطلع كده لفوق
وكل حمامية بحط بقى في الاخر هنا كده الرقبة بتاعتها، الرقبة اللي احنا قطعناها وسويناها مع الفريك والكبد والقوانص بنحطها كده ايه في الاخر. بسم الله. تمام. بسد بيها يعني ايه الحمامية كده من تحت اهو، ما شاء الله تبارك الله. بس كده. ونيجي بقى هنا كده برضو من عند الرقبة نفتح كده كأننا ايه بنحشي ممبار بالظبط. بسم الله. بصوا اهي، نلم كده وندخل هنا كده ايه في الرقبة. شفتوا بقى انا شلت الرقبة علشان اما اجي احشي الرقبة تبقى سهلة، واللي ياكل كده ميبقاش ايه الرقبة واقفاله كده في بقه او حاجة، لا يبقى سهل عليه ان شاء الله يعني. اهو نحشي كده كويس ونفرد كده، منخليهاش ايه مكبسه قوي، ونروح مدخلين بقى ايه الرجل كده. بسم الله. هنا كده في المؤخره بتاعتها كده اهو، والرجل التانية عكسها هنا كده، عشان ايه تقفل معانا برضو على قد ما نقدر، عشان ما تنزلش معانا كميه كبيره من الفريك او الرز لو عاملينه برز اهو. واكتفها كده لورا، وانزل بقى اي كميه فريك عليها على قد برضو ما نقدر اهو. نحط بقى الميه بقى على النار عشان تغلي، عشان لازم ننزلها في ميه مغليه اهو. بصوا مش محشيه قوي ومش متكبسه قوي، شايفين؟ عملت انا بقى ما شاء الله الكميه كلها بنفس الشكل كده. بصوا حبايبي الميه على النار اهي، حطيت كده فيها بصل، حطيت فيها طماطمايه، جزرايه، قطعه كده من الفلفل، ننزل بقى بشويه من الملح. بسم الله. مكعبين كده من مرقه الدجاج، بس اظبط بس الكاميرا اهو. بسم الله كده مكعبين. بعد كده نسمي الله. بسم الله. ننزل كده بالحمام. بسم الله اللهم بارك. على ظهره كده بالشكل ده اهو. بصوا نكتف كده الحمامه ونسمي الله كده ونصلي على الرسول، وننزل كده بيها بالكميه كلها كده بقى يا حبايبي. اضيف بقى ايه معايا هنا فلفل اسمر. بسم الله. ومعايا حبهان ولوري اهو. بسم الله. ورشه كده من جوز الطيب. وهخلي النار واطيه خالص ومش هغطي الحله، هسيبها كده ان شاء الله تستوي حوالي من ساعه الا ربع لساعه. تمام كده. وبعد كده ان شاء الله اطلعها معاكم. طبعا الملح ظبطت الملح، ظبطت مرقه الدجاج، اي نوع توابل انت حابه تضيفيها ضيفيها زي ما تحبي. انا كده تمام قوي. وان شاء الله زي ما قلت لكم مش هغطيها، خليها مكشوفه كده علشان على قد ما اقدر مش عايزه اخلي الحمام يتفتح معايا. بصي ايه الديك في الفرن اهو لسه بيكمل سواه. بصي لسه ما استواش، لسه اللحمه بتاعتها لسه جامده. شلت من عليه ورقه زبده. بصي بشيل من عليه ورقه زبده والالومنيوم. بص لقيت ايه كمان انا مفتحه الصدر بالسكينه عشان ادخل التتبيله والزبده جواها. بصي لما استوى عمل كده، الصدر عمل كده. بصي اكن حد واكل منه، شايفه؟ والله العظيم ما حد قرب منه ولا لمسه الا انا يعني، وانا بسويه بس كده عشان الحرفان انا مسكته وانا بسويه يعني قصدي اهو. بصي ولسه بيكمل والله سواه في الفرن. فانا بقى يعني وحتى ساعات برضو البت نهله برضو عمل برضو الصدر برضو فتح كده، بس الصراحه ما فتحش بالطريقه قوي دي كده، مش عارفه ليه. فانا حبيت اصور لك عشان ايه اوريك الحاجه. والله العظيم يا بنتي ما حد لمس ولا جه جنبه اهو. بصي ولسه كمان بسوي فوق المكرونه اهي. استني بس كده اهو، لسه يعني الاكل ما استواش، هو لسه ما استواش. وبصي وعمل كده. فانا حبيت بس اوريك الصدر عشان بس ميبقاش فيها اي احراج، عشان تفكري يعني حاجه. بصوا حبايبي كده ما شاء الله استوى اهو بقى زي الفل اللهم بارك. اطلعه بقى ما نسيبوش ابدا في الشوربه، طالما طفينا عليه يبقى ما نسيبوش في الشوربه. اصفيه كده واطلعه ان شاء الله معايا في طبق كده على جنب اهو. بسم الله. بصوا حبايبي طلعته اهو، شايفين هما بقى الاتنين اللي اتفتحوا معانا هم اللي احنا كنا مخيطينهم، تلاتة اهو اللي احنا كنا مخيطينهم اهو، والباقي ما شاء الله سليم زي ما هو. معايا هنا بقى كوبايه كده من اللبن، ادهنه بقى كده علشان ايه ياخد لون حلو قوي واحنا بنحمره
اهو بسم الله. هدهن بقى ايه الكميه كلها كده بنفس الشكل. انا حاطه الطاسه على النار فيها زيت اهو. ادهن بقى كده الحمام ونروح نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض عشان نحمره اهو. شايفين؟ ممكن بقى لو مفيش لبن ممكن تحمريه كده من غير حاجه، او ممكن تعصري عليه ليمون تدهنيه ليمون، بس انا بفضل الافضل اللبن اهو. الحمام الزيت بيسخن معايا، الحمام اهو دهنته اللبن زي ما قلت لكم، وانزل كده بيه بسم الله اللهم بارك اهو. شايفين يا حبايبي؟ زي ما انتم شايفين كده. ممكن كمان كنا ندهنه زبده او سمنه او زيت وندخله تحت شويه فريون، بس انا حابه الطريقه اللي انا هحمره. بصوا حبايبي كده خلاص بسم الله ما شاء الله العشاء بتاعنا خلص القمر اهو. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ المكرونه شكلها يجنن، الحمام تحفه ما شاء الله. المشكله بقى عندي هنا بصوا حصل معايا موقف صعب جدا، مش عارفه ليه. الديك لما استوى اللحم كده فصل عن العظم وعن الجلد زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه ليه. بس بصوا بسم الله ما شاء الله شكله عامل ازاي النهائي. استنوا كده بس ايه، عايزه اتاخر ده كده اوريكم بس كده ايه. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا لونه يجنن ما شاء الله تبارك الله. حلو قوي قوي. والريحه بقى مش قادره اقول لكم بقى يا بنات على الجمال. اللهم بارك يا رب، بالف صحه وهنا يا رب. شايفين شكل الحمام ما شاء الله؟ وادي المكرونه بتاعتنا القمر اهي. بص شكلها تحفه ازاي، حلوه قوي قوي قوي. عقبال عندكم جميعا جربوا بقى الطريقه بتاعتي ديت في العشاء بتاع احلى عروسه. يا رب بس يعجبها، ويا رب بقى لو كان الفيديو بتاعي النهارده عجبكم ما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله.